كتبدا القصة مع واحد ختنا سميتها جينيفر، كاتبو كتكون باغا تبعد باش تكتب شي رواية جديدة، وفي الطريق ديالها كتطرق واحد خونا اللي غيكون كيكري ليها فين غتجلس. هنا كنعرفو راه الدار كاينة وسط الغابة ومعزولة، وكيعطيها السوارت والخريطة باش ما توضرش. شوية كتوقف في ستاسيون باش دير ليسونس، وكتلاقى بثلاثة دراري، اندي وستالي وجوني اللي كيبان بلي صحاب وكيخدموا في الستاسيون. وكيحاول جوني يدوي معاه ويتقرب منها، وكتقمعو هنا صحابو كيبداو يضحكوا عليه قدامها، وهو ما كيعجبوش الحال وما كيرضاش. وملي كتوصل جينيفر للدار كتبدا تستف في حوايجها وكتبدا تخدم، وكدوز الايام وجينيفر غادي تبدا تولف على الجو وكدوي مع صحاباتها وكتقول لها راه قليله غتجلس شي شهر حتى تسالي القصه ديالها. وشويه كتبدا تسمع صداع جاي من بلاصه قريبه ليها، وكتجيها عجب حيت هي كاينه بوحدها في داك الخلا. وكتبقى تابعه الصوت حتى كتلقى واحد البيت صغير عامر ماس وجناوه، وما كتعرفش علاش مخبين داكشي. وملي كترجع للدار كيتخوى عليها العصير وكتدخل باش تصبن حوايجها. وهنا كيبان بلي بحال كيصورها شي حد ولكن ما كتشوفوش. والنهار الثاني كتمشي تجري في الغابه ولكن كتحس بحال شي حد تابعها. وملي كترجع للدار كتلقى لافافو خاسر، وكتعيط لايغل اللي كيقول ليها غير غنصيفط ليك شي واحد يصاوبو. غير كتقطع معاه كيطيح ليها التليفون في الطواليت وكيخسر. وشويه كيوصل ماتيو اللي جاي يصاوب لافافو وكيكون معاق ذهنيا ولكن كيصاوب داكشي في الوقت قليل. وكتعاود ليه باللي راه طاح ليها التليفون وخسر. وملي كيسالي كتشكرو. شويه كنشوفو ستانلي واندي وجوني مجموعين وكيكونوا مولفين يعذبوا الحيوانات ويصوروهم بالكاميرا ديال ستانلي، وكيبان هنا باللي بحال مرض نفسيا. وشويه كيجي ماتيو كنعرفوا باللي ستانلي هو اللي كيصور جينيفر، وكيبدا يضحك على جوني حيت قمعاتو. وكيزيد هنا يتقلق وكيقول لهم ماتيو باللي راه التليفون خسر وكيبغيو يستغلوا الفرصه. وبالليل كنشوفوا جينيفر جالسه كتكتب كالعاده، وملي كتعيا كتبدا تكمي حتى كتسمع التقرقيب حدا الباب. كتلقى واحد الفريخ ميت وكتخرج تشوف شكون حطوا ليها. وملي كترجع للدار كيدخلوا عليها الدراري بثلاثه وكيقولوا ليها باللي هما اللي داروا هكاك باش تخرج من الدار. وهما يدخلوا وكيكونوا جايبين معاهم حتى ماتيو بزز منه حيت كيخاف منهم، وحتى هي كتكون خايفه وكتهددهم باللي غتعيط للبوليس. وملي كيعرفوا راه التليفون خاسر وكتقول لهم خذوا اللي بغيتو وخليوني عليكم. كيبغي جوني تجلس تشرب معاهم وكتبغيش، وكيبدا اندي يضربها ويصالي ويصور وكيعطيوها تشرب بزز وكيبداو يضربوها ويتكرفسوا عليها. هنا كتقدر جينيفر تهرب وكتبقى تجري في الغابه حتى كتلقى واحد البوليسي ستوريج اللي كتفرح وكتبدا تعاود ليه اشطرا ليها. وكيبان باللي كان هو وايغل وكيصيدوا. وملي كيرجع معاها للدار باش يتاكد من هضرتها كيلقى بصح الدجاج مهرس وكيلقى الحشيش في الارض. وكتنكر جينيفر ديالها وكيقول ليها ستوريش راه واقيلا بسبب الحشيش بدات كتخايل. وهنا كتعصب عليه حيت مخلي المشكله ومركز في التخربيق. وهنا كيقول ليها توقف باش يقلبها وكيبدا يتحرش بها. وكنعرفوا بلي هو صاحب دوك ثلاثه دراري وحتى هو كيدير معاهم الزبايل ولكن كيشدوها. وهنا كيرجعوا للدراري وكيبداو يضربوا فيها وكيقول لماتيو يتكرفس عليها بزز منه وكتقدر تهرب منهم عاوتاني، ولكن كيشدوها وسط الغابه وكيعاودوا يتعداو عليها كاملين. وهنا كتكون صافي نيسات وكتلاح من فوق القنطره في الواد. وكيبدا ستوريش يتيري عليها في الماء واخا ما كتبانش ليه فين كيكوب داك الواد باش يلقاوها. وكيقول لهم باش يغبروا طوموبيلتها ويلوحوا حوايجها من الدار. وكيبغي ياخذ حتى كاسيط اللي مسجل فيها الصالي داك الشيء وكيرسها باش ما يبقى حتى دليل عليهم. ملي كيشوف ماتيو متاثر كيقول لهم بقاو معاه لا يولي فاضحنا. وهنا كيبان باللي هو راه خايف غير على راسو حيت كيهددهم الا ما داروش اللي قال لهم غادي يقتلهم كاملين. وملي كيرجع ستوريش للدار كيلقى مرتو وبنتو مشطونين عليه وكيقول لهم راه كانت واحد الكسيده داكشي علاش تعطلت. وكيبين زعما قدام مرتو راه الراجل مزيان. والغد ليه كيمشي عند ايغل باش يعطيه التصويرات الدار وكيقول ليه راه جينيفر مشات في حالها خافت تشد في الحبس حيت لقيت عندها الحشيش. وكيدوز شهر ما بانت ليه لا جينيفر لا جثه ديالها. والدراري كلهم نساو اش داروا من غير ماتشو اللي باقي مأثر عليه داكشي. وواحد النهار ايغل كيعيط لستوريش وكيقول ليه باللي صاحبه جينيفر جات كتقلب عليها وراه غابره هادي شهر وعطيتها لمرتك حيت انت اخر واحد شافها. هنا كيتخلع وكيقول ليها ندوي معاها. من بعد كيبدلوا الموضوع وكيتفقوا يمشيو يصيدوا في الغابه. كيبان باللي جوني واندي جالسين حتى كيجي ستانلي كيقول لهم راه قفرتها داك النهار كذبت وعطيتكم الكاسيطه خاويه باش نخلي عندي داك الفيديو. والمشكل اليوم ما لقيت لا كاميرا لا ديك الكاسيطه. وكيبداو مضاربين معاه. وبالليل كيكون جوني وجالس كيتفرج حتى كيسمع التقرقيب حدا الباب. وملا كينوض كيلقى الفرخ ميت. وهنا كيخاف بزاف حيت داكشي اللي داروا جينيفر نهار هجموا عليها وكيقول راه غير صدفه وكيلوح الفرخ الميت. هنا وشويه كيعاود يسمع نفس التقرقيب وكيلقى فرخ عاوتاني ميت. وهنا كيزيد يتخلع وكيهز السلاح باش يخرج وكيمشي للصالي وكيضربو حيت كان باغي يفضحو مع مرته. وكيقول ليه جوني راه ماتو اللي كيدير هكاك. ومن بعد كيخرج يصيد مع ايغل وكيستغل الفرصه وكيقتلو باش يتهنى حيت هو اللي عرفو كان مع جينيفر قبل ما تخبر.
وفي نفس الوقت كيكون ماتيو قريب لدار جينيفر وكيسمع صوتها بحال كتعيط ليه. ملي كيدخل كيلقى باقي حيه وكيبدا يعتذر منها وباقي كيدوي كتجبد قلبه وكتقجو. وكيكون اندي وسالي كيقلبوا على ماتيو حيت كيسمعوا الصوت الهرمونيك اللي عنده وكيسحب ليه. راه ماتيو كيضحك معاهم وكيبقى تابع الصوت حتى كيوصل لواحد الخربه. وكيكون سالي باقي في الغابه وكيلقى جينيفر واقفه قدامه وكيعرفها باغا تنتقم وكيمشي ليها باش يقتلها، ولكن هي دايره ليه مصيده اللي كتشدو ما كيقدرش يتحرك. وملي كيسمع اندي الغواش كيمشي ليه، ولكن كتغفلو جينيفر وكتضربو الراس. وملي كيفيق كيلقى راسو فوق بانيو عامر بالماء وسالي مربوط في الشجره وكتبغي جينيفر تنتقم منه بنفس الطريقه. وكتبقى تصور فيه وكيبغي يعتذر منه وكدير ليه فمو فارميت وكتحلي عينيه بالبراوات وكتجبد مسار ديال الحوته وكتحطهم عليه. هنا كتجي لاندي وكتخشي ليه وجهه في داك البانيو وكتكب عليه المقاطع. وفي هاد الوقيته كيتجمع الديور على الصالي بسبب داكشي ديال الحوت وكياكلو حتى هو. ملي كنشوف اندي كتلقاه مات ووجهه دابا وكتجي النوبه ديال جوني اللي كتغفلو وكتضربو حتى هو وكتربطوه وكتبدا تحيد ليه سنانو كاملين وكتقطع ليه الاعضاء ديالو وكيموت. وهنا كيبقى غير ستوريش اللي كتعيط ليه مرتو وكتقول ليه راه المعلمه الجديده ديال بنتنا اللي سميتها جينيفر جات ودات معاها لواحد الرحله. وكيرجع للدار دغيا وكيبقى يقلب عليها. وهنا كتكون كتنسف واحد وحتى هو كتضربو حتى كيغيب وكيفيق كيلقى راسو مكتشف وحاطه ليه سلاح في دارو اللي رابط في ايد ماتيو اللي مغيب. وكتبقى واقفه وكتفرج فيه وكتحس براسها رجعت حقها. وغير كتخرج ماتيو كيبدا يفيق وكيتحرك وكتخرج القرطاسي حتى كتقتل ستوريج. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الا عجبتكم متنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم. نتلاقاو الخوت فيديو جاي. بيس.